الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كتب رحمته للمتقين القائل: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ذاق الموت فقال: إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرة الموت. أما بعد، ماذا لو؟ الكلمة دي معناها ماذا لو؟ ماذا لو للذنوب رائحة لم يطيق الإنسان رائحة نفسه، ولا يطيق الإنسان رائحة غيره، أمه، أبوه، زوجته، أولاده. ماذا لو كل ذنب يقع فيه الإنسان يرى على وجهه؟ هيبقى شكلنا وحش قوي قوي. لكن ربنا اللي خلقنا اسمه الستير، اللي بيستر. ربنا اللي خلقنا بيسوقنا ويزقنا ويدفعنا للجنة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يسوق عباده إلى الجنة، عاوز يدخلنا الجنة. حتى أن حبيبك النبي يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. شغلتنا في الدنيا، اتخلقنا في الدنيا، وظيفتك في الدنيا تعبد ربنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا تكفل لك بالرزق حتى لا تنشغل بأي حجج من حجج الدنيا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، لكي تصلي باطمئنان، تذكر باطمئنان، تتعامل مع ربنا باطمئنان، تتعامل مع الناس بإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حديث رواه الإمام مسلم، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الناس في المساجد والله في قضاء الحوائج، وفي رواية: والله في قضاء حوائجهم. عشان تصلي باطمئنان، تهدى أعصابك، ما يبقاش في حجة. قلب الإنسان اللي مشغول بالدنيا في إيد ربنا. الأشياء الدنيوية اللي انت حريص عليها هو هيقضيها لك. حبيبك النبي بيوصف لنا العبادة المقبولة: صلوا صلاة مودع. بعد العصر، بعد العشاء، بعد ركعتين دول الروح هتصعد، هيبقى ركعتين شكلهم جمال قوي بإخلاص قوي. الكل بيعبد ربنا في الدنيا عشان يدخل الجنة. طب الجنة لها مهر، الجنة لها مهر لازم تدفعه. قال صلى الله عليه وسلم:
ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. مش تقول بقى أنا قلبي أبيض وبصلي وبعمل اللي عليا، لا، عاوزة اجتهاد، عاوزة شغل، عاوزة تروح الجيم بتاع سيدنا محمد. حلوة الجيم دي، تطوير الخطاب الديني. عاوزة تشتغل، عاوزة تسهر الليل، عاوز تتهجد، عاوز تطلع الدنيا من قلبك، ما تكذبش. حلو ما تكذبش دي، ما تكذبش. آية المنافق ثلاث: أول بلوى إذا حدث كذا. هتكذب ليه؟ قل له معلش، قل له حقك عليا، ما تبررش بالكذب، لأن الكاذب يبرر ويبطن الزور بالحق. هيروح من ربنا فين؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. عاوزك تتخيل إن سيدنا النبي ذهب إليك في البيت وطرق الباب. سيدنا النبي بيخبط على بابك، بيقول له من بالباب؟ قال له أنا محمد حبيبك. محمد حبيبك يا شيخ سعيد صلى الله عليه وسلم، اللي نزل عليه الأمين جبريل بيقول له ربنا يقرئك السلام ويقول لك إنا لا نسوءك في أمتك. اطلب، أؤمر يا رسول الله. ده ربنا بيقول لسيدنا النبي، قال له لا أرضى وواحد من أمتي في النار. بس أنا بستغرب من الحديث ده والله. يعني الكذابين في الدنيا دول النبي بيحبهم وعاوز يدخلهم الجنة؟ النصابين في الدنيا دول اللي تعبنا في المساجد، اللي ظالمين اخواتهم، اللي بياكلوا الحرام، طمعانين في رحمة ربنا وعاوزين النبي يدخلهم الجنة، هيدخلهم الجنة، هيدخلهم الجنة. طيب النبي طيب، بس هي مش بالسهولة اللي احنا متخيلينها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كنت أتخيل زمان إن الأعمال الكبيرة والشجار الصوت العالي هو اللي بينكتب، لكن كل شيء يخرج من لسانك بينكتب. عاوز أشرب، عاوز أكل، عاوز أنام، عاوز أروح، عاوز أعزم، كل حاجة بتنكتب. عشان كده كتاب الإنسان يوم القيامة 80 صفحة، الصفحة مد البصر، وربنا يقول لك اقرأ كتابك. أنا مش عاوز أنا اللي أقراه والله، عاوز ربنا هو اللي يقراه لي وهو اللي يحاسبني، لأنه رحمن رحيم. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وتخيل ان يوم القيامة الحسرة الكبرى ايه؟ الطاعة والعبادة وافعال الخير اللي فعلها الانسان في الدنيا يجدها في صحيفة غيره عدوه. أتدرون من المفلس؟ من يأتي بحسنات وخير وصلاة وعبادة وقد شتم هذا وقذف هذا وكذب على هذا وأكل هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت، ده أمر عجيب. الإنسان بتبقى عنده حسنات كالجبال تفنى تنتهي، يقول لك أنا قلت له ازيك يا ابو طويلة. طب ودي فيها ايه؟ ما هو طويل. قلت له ازيك يا قصير، يا اسمر، يا ابيض. وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. اديله 1,000,000 حسنة. ده انا قلت له يا طويل بس، ما اقصدش. انت بتعترض على خلقة ربنا. مين اللي خلقه؟
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الاعتراض على الخلقة اعتراض على الخالق، وهيخبط عليك الباب. انا ملك الموت. يا راجل ما تقولش الكلام ده، ما تروح للراجل اللي نايم في العناية المركزة بقى له كم، ما تروح للراجل اللي طاعن في السن، ما تروح للراجل الفقير. طفت الارض مشرقها ومغربها لم اجد لك كسرة خبز. معقولة؟ لم اجد لك شربة ماء، لم اجد لك خطوة تخطوها، لم اجد لك نفسا. ان كل شيء، لا ده كل شيء بالقدر، وكل شيء قدرناه تقديرا. يبقى الانفاس معدودة، الشهيق والزفير حساب عدل. المطلوب منك عبادة ربنا، الإخلاص، الأنس بالله، اليقين مع الله. يا إبراهيم أربك الله أمرك بذلك؟ سايب ابنه بعد 86 سنة ويدوب خلف إسماعيل، وقام واخدهم الاتنين ضعاف، علبة كده فيها شوية تمر وقربة فيها شوية مية. الله أمرك بذلك؟ هنهن عليك. نعم. اليقين ايه؟ اذا لن يضيعنا. يقين الام ربت ابنها سيدنا اسماعيل على الايمان بالله والثقة في الله، فنطق سيدنا ابراهيم يا ابت افعل ما تؤمر اني ارى في المنام اني اذبحك. مالوش يابا ده كلام ده، هتموتني وانا صغير اهون عليك. افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. الدنيا عاوزة اللي انت تراها جيدا، ومعادلة بسيطة قوي. كل انسان، اسمع دي، كل انسان يساوي مجموع الانسان اللي جنبه. ان زدت عليه في شيء فتش في اللي عندك تلاقيه زيادة عنده، عشان تقنع، عشان ترضى. وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اعمل حسابك ملك الموت هيخش عليك لوحدك، هيقبض روحك لوحدك، وهتدخل القبر لوحدك، وممكن ونكير هيحاسبوك لوحدك، وهيقرروك اعمالك لوحدك. ليس معك في قبرك الا العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فان كان عملك طيبا نفعك سترك، وان كان عملك غير ذلك خذلك وجعلك من اهل الخسران. مش معقولة تبقى في الدنيا تعب وفي الاخرة تعب، وجنة عرضها السماوات والارض، و99 رحمة في ايد ربنا في الاخرة، والكل طمعان في الجنة ورحمة ربنا حتى ابليس، وتلاقي نفسك في النار. جنة عرضها السماوات والارض و99 رحمة وما تلاقيش حتة في الجنة. خاب وخسر. مين؟ الانسان اللي بعيد عن ربنا. السعادة مع الله، الانس مع الله، الغنى مع الله، الصحة مع الله، الستر مع الله، كل شيء عاوزه مع ربنا. بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم، ولا تعذبنا فانت علينا قدير، والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير. ارفع مكثك وغضبك عنا، احسن خاتمتنا، امررنا على الصراط المستقيم مسرعين. اللهم ارحمها فانك بها رحيم، ولا تعذبها فانت عليها قدير. اللهم حاسبها بعدلك لا بلطفك، اجعلها اسعد لياليها. اللهم اجعلها في الفردوس الاعلى في عليين، واسقها من يد النبي شربة لا يظمأ بعدها ابدا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.